طبعا شوفوا انا يا جماعه نادين عامله ازاي تاكل مكرونه اهي. يلا يلا همي همي، جدعه جدعه جدعه. ده يا جماعه نادين بقى لما تيجي تاكل كده ما تحبش حد ياكلها خالص، لازم تاكل هي مع نفسها بالشوكه يلا نادين، يلا كل يا ماما يلا، وريهم بتاكل ازاي يا ماما يلا. لا بالشوكه، بالشوكه احسن يا نادين، لا الترو بالشوكه، كل بالشوكه احسن. يلا همي يا جمل، هم يا جمل. I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. أول حاجة هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني شيء حابب أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الجديد اللي دخل علينا، عام 2023. 2022 مشي، أنا شخصيا اتعلمت حاجات كتير من 2022. عرفت ناس كتير حواليا، يعني كانوا عاملين بيحبوني. بس الحمد لله والشكر لله كل حاجة ظهرت لي عشان أدخل عام 2023 وأنا نضيف وخالي من كل المنافقين حواليا. أنت كمان حاول تفلتر الناس قبل السنة بتاعتك ما تخلص. والنهاردة هنعمل إيه يا محمود؟ النهاردة هنعمل الباستا الإيطالية، مكرونة الإيطالية. المكرونة دي يا جماعة اللي هي بتبقى مجمدة بتبقى في الفريزر الثلاجة. طبعا انا النهارده قلت ايه، انا اللي هطبخ بقى ماشي. قلت اعمل شويه مكرونه حلوين كده، وان شاء الله نبقى نعمل المحشي معاكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هتعمل المكرونه دي ازاي يا محمود؟ بقى المكرونه هنا يا جماعه، هم في ايطاليا عندهم المكرونه دي يعني وجبه اساسيه، يعني بياكلوها ويعتبر اسرع وجبه يعني. هي يعتبر مشابهه لبتاعت مصر. انا حاطط الميه هنا بتغلي ماشي، هستنى لما الميه تغلي. ده طبعا بتاع نادين، فراخ بتاعت نادين ديت. وهنا صلصة عادية وبنسيبها لحد ما تغلي. وبعد كده هنضيف التونة. دي تونة يا جماعة، مراتي بتجيب التونة اللي هي اكياس كبيرة وتفضيها في العلبة ديت، وهنضيفها على المكرونة لأن أنا اتعودت هنا منهم باكل المكرونة دايما بالتونة. زي ما قلت لحضراتكم في 50,000 نوع تونة. هنبقى معاكم لحظة بلحظة أول ما نسقط الباستا ونجهزها وللآخر خالص. وأنجل هي معاكم، هي اللي بتصور، هتحب تسلم عليكم. Salam alaikum, عاملين ايه؟ ها؟ Oggi facciamo la pasta. النهارده هنعمل باستا بريما كوزا كوزا ديشي. صلى على النبي. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شو بدي مترمبو. يستنونا. طبعا يا جماعه الميه غليت، الميه دلوقتي غليت معايا اهي. وجبت طاسه ماشي، وحطيت فيها شويه زيت صغيرين قوي عشان الايه، عشان التونه برضو عليها عليها زيت برضو. طبعا دي التونة يا جماعة هنسيبها بس ايه دقيقتين، وبعد كده هضيف عليها، هسيبها دقيقتين كده وبعد كده هضيف عليها السوبر. دلوقتي هنعمل ايه؟ الباستا بتاعتنا المية غليت اهي ماشي. هنيجي ايه ساقطين الباستا. استنى عشان النار عالية قوي. صح يا انجلي؟ انت عاملة ايه؟ انت عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله.
في حاجة بقى يا جماعة، احنا حطينا المكرونة دلوقتي ماشي، مش هنستنى لحد هي ما تستوي، لا ده هما هنا كاتبين عليها من 3 دقايق ل4 دقايق. يعني انت بتشوفها دلوقتي الساعة كام؟ و28 ماشي، يعني 28 32 دقيقة، من 3 دقايق ل4 دقايق هما بيحطوا Perché è pasta fresca. ايه؟ Perché è pasta fresca. عشان انجلا بتقول دي باستا فريسكا، يعني مكرونه طازه، يعني مش تاخدش وقت، هي يعتبر نص سوا. نحط بقى ماليكا، نحط الصلصه هنا، Mm? نحط الصلصه Metti a السوق. pomodoro? Sì, tanto è quasi fatto. طبعا يا جماعه انا بطبخ وهي برضه ايه، مالكه بتكنتر معايا يعني، كله توتي. No, no, solo per te. طبعا مالكه مش هتاكل، ما بتحبهاش بالتونه يعني، ما بتحبهاش قد كده بالتونه يعني، مش على طول. طبعا انا بعشقها بالتونه بصراحه. حابب بقى ايه، حابب تضيف اي حاجه فوقيها، شطه بكانتي، تحط شطه، تحط فلفل اسود، تحط ملح، تحط ده، تحط ده اللي انت حابب تحطه عليها، تحطه على السوجو من فوق. بس انا مش بحب احط حاجه يعني، كل فين وفين كده بحب احط شطه، بس النهارده مش هحط شطه لان اليومين اللي فاتوا تعبت من الشطه يعني، فانا هخليها كده ايه، بدون اي شيء. طبعا هتخلص دلوقتي، طبق المكرونه هيخلص معانا دلوقتي، وهنوريه لكم بعد ما جهز، استنونا. طبعا يا جماعه دلوقتي المكرونه خلصت بعد 3 دقايق او 4 دقايق من حطيتها في الميه، استوت اهي. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنيجي حاطين المكرونة، بسم الله. طبعا يا جماعة انا لما ببقى في المطبخ بعمل بعوص الدنيا يعني. Vero Malika? Quanto io sto a cucinare fai un casino, no? Di più di un casino. بتقول طبعا انت لما بتبقى في المطبخ بتعمل وش. تمام كده يا جماعة، دول ماليكا بقى احطهم لك هنا يا ماليكا. Dopo, dopo. دوبه، ماشي. طبعا مالكة مش هتاكل بالباستا بالتونة. طبعا حطيناها هنا، هنسيبها قد ايه بقى، يعني دقيقتين 3 كده، نسيبها ايه مع نفسها كده عشان ايه تشرب شوية. تمام، و ندوقها بقى معاكم، لما نخلصها ندوقها معاكم. طبعا يا جماعة دلوقتي بعد دقيقتين ما سيبناها كده شربت الايه الشوربة بتاعتها، هي دلوقتي ايه خلصت معانا هي، ماشي. هنيجوا حاطينها في الطبق. طبق مكرونة ايطالي. هندوق بقى معاكم ماشي، عشان نروح ناكل بقى وايه، بس هدوقها معاكم كده الاول. ده لازم مع ده.
على فكرة يا جماعة الباستا دي، المكرونة دي يعتبر من أجمل المكرونة اللي هي اللي موجودة هنا يعني. لو أنت في مصر، لو أنت في فرنسا، لو أنت في السعودية، لو أنت في أي مكان، دور على المكرونة دي وهاتها واعملها بنفس الطريقة دي وجربها وقول لي رأيك ايه بعد ما تخلص. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو بتاعنا متنسناش بلايك وسبسكرايب وتعليقك الجميل، وانجل هسلم عليكم علشان نروح ناكل وبألف هنا وشفا. السلام عليكم يا جماعة، كلكم كلكم بالهنا والشيف. بالهنا والشفا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. سلام عليكم.